إن شاء الله هنعمل مخلل البصل المقرمش زي المحلات ومن غير سلق ولا خل وب3 نكهات مختلفة ومضمون من أول مرة. يلا نشوف هنعمل إيه. بنجيب البصل الأبيض يكون حجمه صغير، بغسله كويس جدا من أي أتربة عليه وأضيفه في البرطمان. بجيب مية عادية من الحنفية وهضيف عليها 3 معالق كبار هرميين من الملح الخشن أو السخن، بيبقى حلو جدا في التمليح. بدوبه وبنزل كده على البصل وهغطيه كده عشان اتاكد ان الميه كلها مغطيه البصل. بغطيه لمده 15 يوم، وبعد 15 يوم بيكون ده شكله. شايفين لون الميه؟ بفضي الميه من عليه وهبدا ان انا اقشره من تحت كده ومن فوق، وبشيل اول طبقه من القشره بالشكل ده. هخلص كل الكميه ونشوفها مع بعض. وادي كل الكمية معايا، بغسلها كويس جدا بمية تحت الحنفية وهسيبها منقوعة لمدة 15 دقيقة تنزل كل الملح الزيادة. هجهز بقى برطمانات متعقمة. هعمل أول نوع بورق اللورة، تاني نوع بعمله سبايسي. بجيب معلقة كبيرة من الهريسة الحارة وعليها معلقة صغيرة من حبة البركة. وهنعمل تالت نوع، هنجيب جزرتين مبشورين عليهم معلقة صغيرة من حبة البركة وعليها معلقة كبيرة من الهريسة الحارة أو الفلفل الحلو. بقلبهم كويس وهبدأ إن أنا أضيفهم كده في البرطمانات. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وسيبولي تعليق حلو. سهل وبسيط، والبصل اليومين دول متوفر في السوق. بجيب كده حوالي 2 لتر من المية المغلية طبعا مبرداها. بضيف لها لكل كوباية مية بتاخد معلقة كبيرة من الملح، عليها معلقتين كبار من السكر. طبعا السكر هنا مادة الحافظة والقرمشة. بدوبهم كويس وهنزل كده، بس ما تمليش البرطمانات للآخر عشان لسه مرحلة التخليل اللي بتتفاعل، يعني لسه حجم المية بيزيد. بضيف كده معلقتين زيت على الوش عشان ما يخشش فيه أي هواء، وهغطيه كويس جدا وهسيبه برضو لمدة أسبوعين. سهل وبسيط، ما خدش مننا وقت خالص، والطريقة دي حلوة جدا، بيقعد فترة طويلة جدا محافظ على قرمشته ومن غير ريحة. طعمه جميل، جربوه وبالهنا والشفا.